بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفة سهلة وبسيطة اللي هي بطاطا في الكوكوط في 10 دقائق تحضروها. بالنسبة لمكونات الوصفة بزاف سهلين. نحتاجو كمية تاع البطاطا على حسب عدد الافراد العائلة نتاعكم. نحتاجو 2 حبات تاع بصل صغار ولا حبة بصلة كبيرة و2 فصوص تاع الثوم. نروح نجيب لاكوكوط تاعي اللي راح نطيب فيها الوصفة تاع اليوم، ولا طنجرة تقدروا ديروا غير في الطنجرة ماشي لازم لاكوكوط. ونبدا نقطع في البصلة بهذه الطريقة على شكل شرائح يكونوا رقاق شوية. واللي تحب تربيهم في الرابيز الخشينه نورمال تقدر تربيهم. انا برك نحب نقطعها باش تطلق لي البنه في البطاطا وتجي معسله. بعد ما كملت قطعت الكميه تاع البصله تاعي، نزيد نربي عليهم 2 سنينات تاع الثوم، ندير لهم كميه تاع الزيت حوالي 3 مغارف تاع الاكل ولا 4، ونحطهم على نار متوسطه يتقلاو مليح. نجيو البطاطا تاعنا نقطعوها شرائح تكون ماهي رقيقه ماهي خشينه، ماشي كيما تاع القليان تكون شويه خشينه بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. نكمل كامل كمية تاع البطاطا اللي عندي نقطعها على شكل دوائر. بعد ما كملتها انا نجي نضيف لها كمية من الملح، ونزيدو لها رشة مليحة من الفلفل الاسود باش البطاطا تاعنا ما تجيش صامطة. نخلطوها ونحطوها على جي ونروحو نشوفو البصلة نتاعنا. هنا البصلة لقيتها تقلات وتكرملت وخذات لون ذهبي كيما راكم تشوفوا. خلوها تقلى مليح باش تجي معسلة البطاطا نتاعنا. نضيفو لها كمية تاع البطاطا، نزيد لها ورقة تاع الرند، شويه تاع القزبر، انا ما كاش عندي قزبر خضر كنت دايرته في الكونجيلاتور، وشويه تاع طوماط كونسونطري حوالي نص مغرف. بالنسبه للتوابل درت حوالي نص مغرف صغيره تاع الكركم، ونص مغرف صغيره تاع الفلفل العكري ولا الاحمر، وشويه تاع الفلفل الكحل. هذا مكان لي زيبيس، ما كثرتش بزاف لي زيبيس فيها. نخلط جميع المكونات جيدا ونخلي هذيك البطاطا تزيد تقلى شويه مع البصله والطوماطيش والرند. بعد ما تقلات البطاطا نتاعي حوالي دقيقتين هكا، هنا نجي نمرق. بالنسبه للماء البنات ما تكثروش بزاف الماء، حوالي فنجان صغير راح يكون كافي. كما نعرفوا البطاطا ما تطولش وطيب، وحنا ما نحتاجوش بزاف لاصوص في البطاطا نتاعنا، غير حساب ما طيب لنا البطاطا وخلاص. نغلق عليها لاكوكوط ونخليها ماكسيموم 10 دقائق تكون البطاطا نتاعنا واجده. بعد مرور حوالي 10 دقائق لقيت هذيك البطاطا طابت كامل ولاصوص اختارت، والبطاطا راهي معسله. الله الله، هنا تقدروا تخلوها هكاك وتزيدوا تعقدوها غير شويه وتضيفوا لها شويه تاع المعدنوس تجي بزاف بنينه. انا حبيت نضيف لها شويه اضافات باش نزيد البنه. زدت لها 3 حبات تاع البيض، ورشيت عليها شويه تاع المعدنوس ولا قزبر من الفوق. خليهم يطيبوا ماكسيموم حوالي 2 دقائق 3، ونزيد ندير لها شويه فرماج رابي من الفوق. نبلع عليه ونخليه يذوب شويه فوق النار قليله حوالي دقيقتين 3 تكون الطبق تاعنا راهو واجد. هذه هي البطاطا تاعنا بعد ما طابت جات معسله وبنينه. صدقوني البنات طبق خفيف ظريف، والبطاطا تاعنا تجي بزاف بنينه مع هذيك البصله، تعطينا واحد البنه بزاف شابه شغل كغاتا على السريع. هذه سلكت الحاصلين في 10 دقائق ماكسيموم انت حضرتيها. كانت هذه الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. والان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.